واحد خاطب بنت وبيدهن جسمها كله باللون الاسود عشان لما حد يشوفها ما يعرفهاش، والبنت بتهرب منه وبتروح على مكان بعيد وبتستخبى ورا الشجر، بتحسب كده انها هربت منه وبتفرح عشان هربت منه، بس فجأة بيمسكها ولسوء الحظ بيطلع انها هربت في المكان اللي بيشتري منه الحاجة، وبيزعق معاها وبيقول لها انا هوريكي يوم اسود من شعر راسك. وهم ماشيين في ظابط بيشك فيه وبيقول له انت عامل فيها كده ليه، وبيكذب عليه وبيقول له عشان بقالها سنين مسافرة وهي عايزة تعمل مفاجأة لاهلها، وبيدهن كمان وشه عشان يصدقه وبيقول لها مش صح كده ولا ايه، والبنت بتكون خايفة منه وبتقول ده جوزي اصلا، بس برضه الظابط بيحس انه كذاب وان الموضوع فيه حاجه غلط، وبياخد البنت على جنب وبيقول لها في ايه وايه اللي عامل فيكي كده، وبرضه بتكون خايفه وما بترضاش تقول للظابط على اي حاجه. وبعد ما بيمشوا بدل ما يشكرها لا ده بيتعصب منها اكتر وبيوعدها انه هيموتها من الضرب. ولما الظابط بيروح القسم بيكتشف ان السكرتيره اللي شغاله معاهم مخطوفه، وبيفتكر ان البنت اللي قابلها ده نفس الصوت بتاع السكرتيره، وبيروح على طول يدور عليها. وهم ماشيين بصمات رجليها بتعلم في الارض، والظابط لما بيروح على المكان اللي كانت فيه بيفضل يمشي على البصمات اللي في الارض لحد ما بيروح على مكان بعيد، وبيحسبوا انهم تاهوا، بس بيلاقوا برضه على الزرع علامات رجليها، وبيفضلوا يمشوا كتير لحد ما بيقدروا يوصلوا في الوقت المناسب قبل ما يعمل فيها حاجه. صلي على النبي وما تبقاش بخيل.